أحيانًا كتير بنحس برعشة في الإيدين أو في الرجلين. العرض ده بنشوفه كتير في مختلف الأعمار، ممكن يبقى في المراهقين، ممكن يبقى في الشباب، ممكن يبقى في كبار السن، وكمان ممكن بنشوفه في الرجالة أو في الستات. طبعًا الرعشة ما لهاش سبب واحد، لكن ليها أسباب متعددة، منها ما هو مركزي يعني داخل المخ، ومنها ما هو خارج المخ بسبب أمراض في الجسم نفسه. لو قلنا من الأسباب اللي بتبقى المركزية في المخ، احنا بنتلاقي أكبر سبب والشائع اللي كلنا بنبقى عارفينه عن كبار السن اللي هو الشلل الرعاش، وده بيبقى فيه مادة بسيطة اللي هي الدوبامين، تبقى بيحصل فيها اختلال في مراكز معينة اللي مسؤولة عن سيابية الحركة، هي اللي بتأثر وبتعمل لي السبب في الرعشة بتاعت إيدينا. طبعا من الأسباب المهمة بالنسبة لنا لا قدر الله لو حصل أورام في المخ في مراكز اللي هي قريبة عن الحركة، فبتأثر لنا طبعا وبتعمل لنا الرعشة بتاعت الإيدين أو الرجلين. ده من أهم الأسباب اللي بنشوفها في المخ. طب في أسباب خارج المخ؟ طبعا من أشهر الأسباب بالنسبة لنا للرعشة اللي بتبقى مصدرها في الغدة الدرقية. الغدة الدرقية لو عالية النشاط من ضمن أعراضها بتسبب لنا رعشة الإيدين. طبعا بنشوف آثار لو في مشكلة عندنا في الكبد، برضو من الحاجات اللي بتسبب لنا رعشة إيدين. طبعا ومن أهم أسباب الرعشة عند الشباب اللي للأسف بنشوف اللي بنشرب كافيين كتير، السجاير كتير، قلة النوم، الإجهاد الكتير، كل ده من الحاجات بالنسبة للشباب بالذات بتسبب معانا الرعشة. طب لو قلنا عايزين نعالج، طبعا كل سبب من الأسباب اللي احنا وضحناها ليه طريقة علاج معينة. إذا كانت حاجة أو سبب داخل المخ، طبعا لازم بنتوجه لدكتور مخ وأعصاب، هو اللي بيبتدي يشوف السبب، هل ده سبب داخل المخ ولا خارج. لو داخل المخ هيبتدي يتعامل معاه ويبتدي نقول طريقة تعامل وعلاج. لو خارج المخ زي ما قلنا سبب أساسي من الغدة الدرقية، لا ده محتاج فحوصات ومحتاج تحاليل معينة علشان نشوف نشاط الغدة الدرقية، وبرضه ليه علاج. لو قلنا السبب بتاع الكبد، برضه لازم بنتوجه بقى لدكتور الجهاز الهضمي، هو اللي بيحط لنا خطة العلاج لأن بيبقى السبب الأساسي في الكبد. طبعا بالنسبة لفئة الشباب ناخد بالنا من الستايل لايف بتاعنا، ناخد بالنا هل أنا بشرب قهوة كتير اللي هي المنبهات، هل أنا بشرب سجاير كتير، هل أنا ملخبط النوم بتاعي، شرب السوائل ضعيف، التوتر والقلق. كل الحاجات دي لو غيرتها أكيد هتظبط حاجة بالنسبة لنا زي الرعشة. إن أنا لازم جسمي ده يدخل له السوائل الكافية، مش أقل من 2 لتر سوائل بالذات المية. ناخد بالنا من النوم الكويس من 6 ل 8 ساعات. ممارسة الرياضة من الحاجات الكويسة واللي بتفيد الجسم كله عامة.